بسأل بقى عليها في المطعم السوري قالوا لي ب400 جنيه. قلت لهم هي ايه اللي ب400 جنيه؟ نزلت على طول جبت فرخية وطلعت عملتها احلى بمليون مرة من اللي بيجيبوها. حتى هما كمان ما بيجيبوش الفراخ الطازة، بيجيبوا الفراخ المجمدة. يلا تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل احلى فراخ بدل الفراخ السوري اللي بتروحي تجيبيها ب 300 و 400 جنيه. هتعمليها في البيت الفرخة ب150 جنيه وهتأكلي البيت كله. سمي بالله وصلي على الرسول ويلا نشوف المكونات. في الاول كده جبت بصلايه كبيره، هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، وقرن فلفل وهنقطعه برضو، وعلى طماطميتين وقرن فلفل حامي. ولو عندك فلفل احمر حطي برضو بيديها طعم جميل جدا. هنقطع كل الكلام ده وناخده على الكبة نطحنهم ونرجع نشوف بقية خطواتنا. هسيبلك بقى تطبيق تحت في الكومنتات تحفة بجيب كل الأفكار دي من عليه بدون إنترنت. هسيبهولك في التعليقات تحت، عليه وصفات وحلويات ومشروبات جميل جدا. وكمان حطيت فصين توم مع التتبيلة بتاعتي وفرمتهم وحطيتهم في الطبق كده. وحطيت معلقتين صلصة ومعلقتين من الكاتشب ومعلقتين من صوص الباربيكيو وكمان معلقتين من الخل والملح بتاعنا. وكمان حطيت بابريكا وحطيت بهارات الفراخ وكمان حطيت فلفل اسود وكمان رشة من جوز الطيب وعصير بقى ليمونتين 3، لان كل ما بتكتري الليمون كل ما بيديها طعم حلو جدا. قلبت بقى كل المكونات دي وزي ما قلتلك هسيبلك التطبيق تحت في التعليقات، حمليه عندك. وفي تطبيق تاني برضو كل ما بتمشي اكتر بتكسبي فلوس اكتر، هسيبهولك تحت برضو. هنا بقى خلاص تبلت الفراخ بتاعتي وادخلها بقى تقعد لها نص ساعة ساعة زي ما انا عايزة. كل ما بقعدها في التتبيلة اكتر كل ما بيبقى طعمها احلى وتبقى شاربة من التتبيلة وبيبقى طعم الفراخ في حتة تانية خالص. انا لا هحط لها سمنة ولا زيت ولا اي حاجة زي ما انت شايفة كده. خلاص انا كده خلصت التتبيلة بتاعتي، هسيبها بقى تشرب منها شوية. وبعد كده على طول بقى هجيب الصينية بتاعتي، تقدري تعمليها على الشواية وتقطعي الفراخ بتاعتك ل8 قطع 9 قطع 10 قطع زي ما انت عايزة وتشويها عادي جدا. وتقدري تحطيها في الصينيه زي ما انا بحطها كده، انا بحبها كده قوي وبتبقى فعلا زي الفراخ السوري بالظبط، ما تختلفش حاجه عنها. شويه سلطه توميه وشويه عيش وشويه بطاطس محمره وتبقي عملتي اكل المطاعم في البيت. بتخش الفرن في الرف الاوسط لمده 40 45 دقيقه، وبعد ما بتستوي بنديها لون كده حلو تحت الشوايه. وهجيبها لكم دلوقتي اوريكم شكلها عامل ازاي. وطبعا حسب الفرن بتاعك ودرجه الحراره اعلى حاجه، يعني لو عندك 180 تمام، عندك 200 ولعي، عندك مروحة وفرن ولعي مع بعض. انا اديتها لون خفيف قوي كده عشان عندي اطفال وما بيقدروش ياكلوا الحاجات تكون مقرمشة. والصوص ده بقى هنا في حتة تانية خالص. لو شايفة ان الطريقة عجبتك ما تنسيش تدعمينا بلايك وتصلي على النبي وكمان تعملي شير، ولو مش متابعاني تابعيني.